لكن كون انها هي تستطيع بكيدها انها تضحك عليه وتستولي على عدد كبير من بطاقات الشحن واشياء اخرى بدافع انه بس يسولف معها. بعض الاحيان ما يصير بنت، يصير ولد ياخذ من الولد، يقلد صوت بنت وياخذ منه اللي يبي ويروح يعطيها بنت، وهذا يخرفن على هذا وهذا يخرفن على الله لا يخرفن على قولتك. يا الله يا رب. معنا الاخت روعة، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أخوي المتين. أهلين وسهلين. أختي روعة، وش رأيك بقصة الخرفنة والما أدري والله وش السالفة، يعني خرفان وخرفش، وش رأيك بالقضية هذه؟ والله أنا شفت إنها قضية من الصراحة كثيرة في مجتمعنا اليومي وبزيادة الصراحة. جميل. ليش صارت بزيادة؟ ما أدري، يعني ألاحظ تفرغ الشباب وما عندهم أي شيء غير يعني علاقة بالبنات يعني فراغ. طيب يعطيك العافية. لا لحظة. أيوة. شلونك يا أحمد؟ اهلا وسهلا اخوي، من هذا؟ مساك الله بالخير. شباب انا مرتب مقلب مع الشباب. حياك الله يا احمد. شباب هذا الاخ احمد كان يعطينا مثال وشلون ممكن انه يعني ولد يقلب صوته صوت بنت ويخرفن شاب اخر. راحت عليك يا عبد المجيد انت. والله يا جماعة اقسم بالله اني ما كنت ادري، والله ما يتحقق والله. طب خلنا نسولف مع شوي. احمد كيفك يا احمد؟ الحمد لله بخير. حصل ايه يا محمد ولا احمد